هوا. باقي الميليشيات من حزب الله وفاطميون وزينبيون والحشد الشعبي في العراق. ولعل التاريخ القريب يفكرك بالبساط الخضر، فاكرينها ولا ناسيينها؟ البساط الخضر اللي خدت اهل حلب والمعارضه لبره. انا فاكر القهر والذل اللي عاشته الامه في هذا اليوم تحديدا، وغصته ما زالت في قلبي اقسم بالله. اتكتب عن اليوم ده على قد ما اتكتب، ولا عمر الحروف والكلمات هتعبر عن المآسي اللي شافوها المسلمين على ايد المجرمين دول. تكسير عظام بالشواكيش والمطارق، وحرق اجساد الاحياء، اغتصاب القواصر والامهات امام ابائهم وابنائهم وازواجهم، حفر القبور بايادي اللي هيدفنوا فيها، وكتم انفاس الشباب بالقماش المبلول اللي ما يدخلش نقطة هوا. كيماوي المجرم بشار اللي اكل اجساد الاطفال، وطيران روسيا اللي حرق التاريخ والجغرافيا، وهمجية حزب الله اللي فاقت ما صنعوا المغول في سوريا، وحشية زينبيون وفاطميون في اهل السنة وكأنهم يأجوج ومأجوج. فانا عمري ما هقدر اشرح لك اللي 22 مليون سوري شافوه بعيونهم، واللي تسبب في ان 13 مليون منهم اتهجروا وسابوا تاريخهم وارضهم وذكرياتهم. 13 مليون من 22 مليون، فانت بتتكلم عن اكتر من نص الشعب العربي السوري. انت